السلام عليكم اخواني، اسعد الله مساءكم، اهلا وسهلا بكم جميعا. اخواني، طبعا الموضوع اليوم بدنا نحكي موضوع كتير كتير يعني للاسف خطير كتير صاير هون بالمانيا. هلا كلاتنا بنعرف شغله واحده، انه كل وحده او كل زوجه بتروح تشتكي مثلا على جوزها انه هو عم بيعنفها ولا عم بيضربها. تروح تشتكي مثلا للشرطة إنه والله جوزي عم يعنفني ولا عم يضربني، ولا مثلا شو اسمه، بتروح تطلع منه وبياخدوها على وين؟ على فراون هاوس. الفراون هاوس هذا عبارة عن ملجأ لحماية المرأة. الملجأ هذا يا اخواني على حماية المرأة طبعا بيحطوها هونيك ليحموها انه من العنف يلي هي طبعا عم تتعرض لها. وفي طبعا كثير نساء للأسف بيتخذوا هيك إجراءات وبيقولوا إنه والله زوجنا عم يضربنا ولا زوجنا عم يضرب الأولاد، ولا ما علينا من هالقصة هي كلياتها. المهم حاليا نزل قانون هون بألمانيا، طبعا في 3 مقاطعات هلأ ماشية بهالقانون. ال3 مقاطعات هذول هلأ طبعا عم يودوا فاتورة للمرأة الموجودة بالفراون هاوس، وعم يطلبوا منا الآجار الإقامة تبعيتها. كيف يعني الإيجار الإقامة تبعيتها؟ يعني الإيجار إنه تدفع بكل يوم تقضي فيه بالفراون هاوس، تدفع الآجار المبيت تبعيتها. يعني بدها تدفع الآجار كلياته بالشهر كامل. وبهيك حالة يا اخواني طبعا المرأة ما عاد يكفيها الراتب اذا بدها تدفع الاقامة وبدها تدفع الاكل والشرب وهالامور هاي. بهيك حالة يا اخواني طبعا اغلب النساء يلي طبعا بدهم عم يدفعوا الاجار هاد، ولا عم يدفعوا اجار الاقامة، ولا عم يدفعوا هي اغلبهم شو عم يسووا؟ عم يتركوا الهايم هاوس وعم يرجعوا لوين؟ لعند زوجهم يلي عم يشتكي، يلي اشتكى عليهم، يلي هي اشتكت عليه انه هو عم يعنفها. عم يرجعوا بيباتوا عنده مشان ما يدفعوا الاجار، لانه اذا دفع الاجار ما عاد يكفيها لا تاكل ولا تشرب هي واولادها من الاساس. طبعا الحكومة الألمانية طبعا حاليا يعني حاب انه الصحافة عم تحكي بهالموضوع هذا مشان انه يشوفوا موضوع انه شو هالموضوع هذا، ليش عم يدفعون للفراون هاوس. بصير هيك كل وحدة معنفة راح ترجع على جوزها وراح تقعد عند جوزها. وبهيك حالة اغلب الفراون هاوس صار عندهم عجز، وبالفعل صار عندهم عجز انه يبيتوا هالناس عندهم، وصار عندهم عجز مادي بالنسبة للفراون هاوس. صارت كل وحدة تقعد بالفراون هاوس وخلص تحط راسها وتنام هي واولادها، وتقعد تربي اولادها وتاكل وتشرب وتنام. ما انا سألانة لا على بيت، ولا أنا سألانة على كهرباء، ولا سألانة على هاتسون، ولا سألانة على مي، ولا سألانة على اجار، ما سألانة على شيء. واخر الشهر المرة شو بتصير؟ بتحط بجيبتها الراتب هي وبتحط منهم شوي من هون وشوي من هون وبتخلي الباقي بجيبتها. بقى هلا ما عاد تخلي بجيبتك هالشي هذا. طبعا هلا نزل قانون اخواني، جميع المقاطعات رح تطبق هالشي هذا اعتبارا من اول السنة، انه كل وحدة كل مقاطعة رح يدفعوا المرأة انه لازم تدفع ثمن اقامتها. وبهيك حالة اغلب النساء راح ما راح يكفيهم هالقصص هي كلياتها، وراح يضطروا يرجعوا لوين؟ لعند زواجهم. طبعا كل وحدة بتعرف شو عملت مع زوجها، وكل وحدة عارفة حالها شو لما تركت زوجها، تركت زوجها بتفاهم
ولا وحدة اشتكت على جوزها وقالت له انه مثلا انت وانت، يعني كل وحدة بتعرف حالها كيف تركت جوزها، بصيرة منيحة ولا بصيرة عاطلة. وبهيك حالة طبعا يا اخواني اغلب الرجال يلي تركوهم نسوانهم، حتى لو في ناس بترجع زواجها وفي ناس طبعا مستحيل ترجع زواجها، لانه المرأة لما بتترك زوجها من اساسها هي ما مرة بنت اصل، هي ما مرة بنت اصل. لو انه مرة بنت اصل ما تركت زوجها من اساسها، ولا تبلت عليه وقالت له انه انت وانت 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 وانت. اخواني، هي القصة اللي صارت هون وحاليا طبقت بألمانيا، وبكرة راح كل وحدة موجودة بالفراو هاوس راح يجي الفاتورة وراح تدفع فاتورة الإقامة، وراح تلاقوا الكلام تبعي 100%. بهيك حالة إخواني لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا، مشان يوصلكم كل مفيد. والسلام عليكم.